السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنحكي لكم قصة غريبة صارت مع فتاة مغربية، خليونا نسميها سارة. سارة كانت طالبة جامعية، وكيف ما كيديروا أغلب الطلبة قررت تشري تليفون مستعمل باش توفر شوية في الفلوس. مشات للسوق القديم ولقت واحد التليفون حالته مزيانة والثمن مناسب. فالأول كل شي كان عادي، التليفون خدام مزيان وما كان حتى مشكل. ولكن بعد أسبوع بدأت تصرى حاجة غريبة. كل ليلة في نفس الوقت، فالساعة 12 ديال الليل كيبدأ التليفون كيرن. المشكل ماشي غير فرانين، ولكن الرقم اللي كيبان في الشاشة فرق مسافة. سارة في البداية ما أعطتش الموضوع أهمية، كتفكر بلي شي خلل تقني ولا شي حاجة. ولكن يوم من النهار قررت تجاوب. وهنا فين القصة ولات مرعبة. سمعت صوت، ولكن ماشي أي صوت، كان صوتها هي، نفس الصوت ديالها، ولكن بإحساس غريب، بارد، بلا روح، كما واحد كيتكلم من العالم الآخر. سارة حاولت تغير الرقم، مسحات كل شي من التليفون، عاودات ضبطاته من جديد، ولكن كل شي عبث. كل ليلة نفس القصة كتعاود. فالنهاية سارة قررت تمشي عند شيخ كبير، فالسن معروف في الحي ديالها. الشيخ سمع القصة وقال ليها بلي هذا التليفون كان ديال شي حد قبل، وخاصها ترجعه للسوق وتعطيه لمولاه الأصلي. سارة درات كيف ما قال ليها الشيخ، رجعت للسوق ولقات البائع. كي حكت ليه القصة تبدل لون وجهه. قال ليها بلي التليفون كان ديال بنته اللي توفات في حادثة سير قبل عام. من بعد ما رجعت التليفون كل شي رجع عادي في حياة سارة. ولكن تعلمت درس مهم، ماشي كل شي رخيص خصنا نشريوه، وكاين أسرار في هذه الدنيا مازال ما فهمناهاش. إلا عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا فالقناة باش توصلكم كل القصص الجديدة. وإلا عندكم شيء قصة مشابهة شاركوها معانا في التعليقات. وتذكروا دائما، مهما كانت الظروف خليوا الأمل في قلوبكم وما تخافوش. وإلا حسيتوا بأي قلق ولا خوف ما تتردوش تطلبوا المساعدة من الناس اللي كتحبوهم. شكرا على المشاهدة، ونلتقاو في قصة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.